أكيد كلنا في يوم شفنا ببغاء بيتكلم وانبهرنا إزاي طائر بيقدر إنه يتكلم زي البشر. عمرك سألت نفسك إشمعنى الببغاء بيقدر يتكلم؟ ليه مش كل الطيور بتقدر تتكلم وتقلد الأصوات زي الببغاوات؟ أهلا بيكم في سلسلة حدوتة ومعلومة. لو أول مرة تشوفوني أنا نورهان ودي قناة بايو جيو ساينس. في حلقة النهاردة هنعرف إزاي الببغاء بيقدر يتكلم وليه مش كل الطيور بتقدر تتكلم زيه. الببغاء من الطيور المميزة جدا بألوانه الزاهية وقدرته المميزة على تقليد الأصوات. أصبح من أهم الحيوانات الأليفة بالنسبة للبشر. مين مننا ما يحبش إنه يكون عنده ببغاء كحيوان أليف؟ لكن يا ترى إيه اللي بيميز الببغاء عن باقي الطيور والحيوانات بصفة عامة؟ لأن القدرة على الكلام هي صفة مميزة في البشر بس، وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في حلقة ليه الحيوانات ما بتقدرش تتكلم زينا، ممكن تشوفوها هي موجودة على القناة. الببغاء بيتميز براسه الكبيرة نسبيا بالنسبة لباقي الطيور، ده غير انه من الطيور المعمرة اللي بتوصل متوسط اعمارهم من 25 ل 30 سنة، والأحجام الكبيرة منه أعمارها ممكن توصل ل100 سنة، ودي فترة كبيرة جدا مقارنة بباقي الطيور. ومعروف عن الببغاوات الوفاء، لأن الأزواج منهم مش بينفصلوا عن بعض مدى الحياة، ده غير إن الذكر بيهتم بالأنثى خصوصا في فترة احتضان البيض، وبيقوم بإطعامها والاعتناء بيها طول الفترة دي. يعني بعد كده اللي تحب تمدح زوجها ممكن تقوله انت ببغاء، وقبل ما يزعل أو يستغرب تفرجوا على حلقة النهاردة. لغاية دلوقتي احنا اتكلمنا عن الوجه الرقيق للببغاء، بس ده مش معناه انه ضعيف. الببغاء ليه وجه تاني شرس بيظهر وقت الحاجة، وبيساعده على كده منقاره القوي. وعشان تتخيل قوة منقاره خليني أقولك إنه ممكن بنقرات بسيطة منه يكسر ثمرة جوز هند، اللي احنا كبشر عشان نكسرها بنضطر نستخدم مطرقة أو أي آلة قوية لكسرها. ده طبعا غير حجمه الكبير نسبيا بالنسبة لباقي الطيور. وبعد ما تعرفنا على الببغاء خلينا نسأل سؤال مهم: هل الببغاء بيتكلم؟ الإجابة أكيد لأ. طيب أمال هو بيعمل إيه؟ الببغاء بيقلد الأصوات اللي بيسمعها. طيب ليه ما نقدرش نقول على ده كلام؟ لأن الببغاء ما يقدرش يوظف الكلمات اللي هو بيقولها عشان يعبر عن مشاعره أو أفكاره. ده غير إننا لو جبنا ببغاء عمره ما اتعامل مع البشر وراقبناه من بعيد مش هيكون بيتكلم ولا حاجة. احنا لغاية دلوقتي لسه معرفناش الببغاء ازاي بيتكلم أو بيقلد الأصوات. عشان نفهم لازم نعرف إن أدمغة الببغاوات مختلفة عن باقي الطيور، لأنه بيمتلك قشرة محيطة بالمراكز الصوتية في مخه، ده غير الوصلات العصبية اللي بتساعده على تقليد الأصوات. كمان الببغاء بيمتلك ذاكرة صوتية كبيرة بتمكنه من حفظ الكلمات اللي بيسمعها، ده ممكن يحفظ لحد 800 كلمة. طيب هل كل الببغاوات بتقدر تتكلم؟ الإجابة لأ، مش كلهم. طيب سؤال كمان: هل الببغاوات بيتواصلوا عن طريق الكلام زي البشر؟ الإجابة برضو لأ. الببغاوات عندهم لغة خاصة بيهم زي كل الطيور، بتكون عبارة عن تغريدات أو أصوات ملهاش أي علاقة بالكلام. لو حابين أعمل لكم حلقة عن إذا كانت الطيور من جنسيات مختلفة بتتكلم نفس اللغة ولا لغات مختلفة زي البشر اكتبولي في الكومنتس. وبكده تكون معلومة النهاردة إن الببغاء مش بيتكلم، هو بس بيقلد الأصوات اللي بيسمعها، وإن في أنواع من الببغاوات مش بتقدر تتكلم ولا تقلد الأصوات، وأنواع تانية بتقدر تتكلم وتقلد الأصوات. في النهاية القدرة على الكلام هي صفة مميزة بيتميز بيها البشر بس، وده نتيجة لتركيبة مخ البشر اللي مختلفة تماما عن أي مخلوق تاني سواء كان حيوان أو طائر أو غيره. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل الحواديت اللي جاية.